السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم المربى ديال الحامض اللي كيجي رائع في هذا وقته. علاش؟ اذا ما نستغلوش الفرصة نعملو في الدار بدل ما نشريوه جاهز بدون مواد حافظة، والطريقة كيفاش نحتفظوا به اطول مدة. اذا فخليكم مع الطريقة والمكونات، نبداو على بركة الله. اول حاجه كنبدا بها كنعقم العلب ديال الزاج اللي كيكونوا عندها مستعملين في الدار، كنديرهم في الماء حتى كيبدا داك الماء كيغلي، وكنخليهم على البوطه على نار هادئه لمده نصف ساعه حتى كيتعقموا ليا مزيان. وهنايا كنجيب كيلو ديال الحامض اللي كتكون القشره ديالو رقيقه، كنحيد له الجوانب ثم كنعملهم في آلة الضغط، وغادي نضيف لتر ديال الماء، ثم كندير آلة الضغط على نار متوسطه لمدة ربع ساعة بلا ما نسد على آلة الضغط. هنايا الماء واخا كيغلي كيف قلت لكم كنخليهم على نار مهيله لنصف ساعه باش كنضمن انهم تعقموا ليا مزيان. بعد ما خلينا الحامض كيطيب لربع ساعه غادي نحيدو من الطنجره، غادي نقسمو بحال هكا، كنحيدو له ديك القشره كلها من الوسط دوك الخيوطه، كنحيدو العظم باش نضمنوا اننا نحصلوا على مربى ما فيش المروريه نهائيا. غادي نستمروا كنقيو فيه، كنحيدو دوك الخيوطه. هنايا انا كنت كنقسمو هو سخون، الاحسن خليوه يبرد باش بلا ما يعذبكم. كتحيدوا دوك الخيوط عفوا كلهم، وما تخليو حتى عظم، لان راه هما اللي كيخليو لينا المربى ديالنا كتجي في هذيك المروريه. ودائما كتاخذوا الحامض اللي كتكون القشره ديالو رقيقه، لان ديك الطبقه اللي كتكون من التحت ديك الجلده البيضاء حتى هي سبب كيخلي المربى يجي حامض، ماشي حامض عفوا كيجي مر. هنايا بعد ما قطعته كامل غادي نضيف واحد الطريف ديال الزنجبيل الطري، ثم غادي نضيف الماء، لتر ديال الماء. فداك الماء اللي كنا طيبنا فيه الحامض كناخذ منه النص، ثم كنزيد النص ديال الماء من الروبيني، الماء العادي، يعني نصف لتر من الماء اللي طيبنا فيه الحامض ونصف لتر ديال الروبيني، لتر ديال الماء، ثم غادي نطحنوا الكل جيدا. من كطحنوا غيبان لكم شي عظم ولا حاولوا انكم تزولوه. هنايا بعد ما طحنا الحامض ديالنا مزيان مع الزنجبيل، غادي نجيبو جوج ديال الحامضات. كنا درنا كيلو، دابا غنزيدو جوج ديال الحامضات اللي غادي نقشروهم مزيان. غادي نحيدو ليهم ديك الجلده البيضاء، ما كنخليوهاش نهائيا، ثم كنقسمو بحال هكا، كنشوفوا الا فيه شي عظمه كنزولوهم، ودوك الخيوط البويض كنزولوهم كاملين، ثم غادي نقطعو القطع صغيره. وبعد ما كنقطعهم كاملين كنضيفوهم للحامض اللي كنا طحناه. ثم غادي نضيف السكر الخشن، فانا عملت هنايا ما بين 800 و 850. فاللي كيبغيو المربى شويه مسوس غادي ينقص يدير حتى 700، واللي كيبغي الحلاوه يقدر يزيد حتى الكيلو. فكنردو الطنجره على نار متوسطه، غير كيبدا المربى ديالنا كيبدا باش يغلي عندنا، كامل لينا هاد الرغوه البيضاء اللي كنحاولوا اننا نزولوها كامله. غادي تاخد منا العمليه شي 10 دقائق، وحنايا كنزولوا ديك الرغوه كلها، ما نخليوش منها، ما نخليوهاش نهائيا، لانها هي اللي كتعطي لنا المروريه للمربى ديالنا، وما كنقدوش نحتفظوا به اطول مده، بسرعه كيخسر لنا.
عليها غادي نعطيولو الخاطر نزولو ديك الرغوه كامله. فكيف قلت لكم 10 دقائق اللي كتاخد لينا ديال الوقت. ما كنجهدوش البوطه حيت غتحرق لينا، خصها طيب على مهل. الا بان لكم شي عظم كتزولوه ما كتخليوش. اذا فكنستمروا بحال هكا كنزولوا ديك الرغوه كلها حتى كنسالوها كامله. هنايا بعد ما زولت الرغوه غادي نحسب نص ساعه وغادي يكون المربى ديالي جاهز. مره وانا كنحرك فيه، ما كنخليوش يعني مره كنبقاو نخلطو باش ما يتحرق ليناش من التحت. ما تزيدوش للبوطه باش ما يتحرق ليناش، ما يشربش داك الماء بسرعه وغادي يقسح ليكم. على نار مهيله نخلطو فيه مره نص ساعه وغادي يكون واجد. كنطفيو عليه وهو سائل، ما تخليوش يقسح، لان راه واخا كيبان لكم جاري بمجرد ما كيبرد راه كيقسح كيعقد. بلا ما نديروه في الثلاجه كيعقد لينا. اذا فكنبداو نمرو المربى ديالنا وهو سخون في العلب، لان راه عقمناهم. من الاحسن اننا كنعمروه وهو مازال سخون. هاد الكميه عطات لي 4 ديال العلب، وحده صغيره ما صورتهاش. فيعني كيعطي واحد الكميه اللي هي معقوله. فكيف قلت لكم غادي نعمروهم كاملين وبالمربى ديالنا وهو سخون. ثم بعد ما كنسدو عليهم كنقلبوهم هكا على الغطايه ديالهم باش كنضمنوا ان الا كانت في يعني داك الهواء كله كيخرج من العلبه، باش نقدروا نحتفظوا بها اطول مده بلا ما يوقع ليها حتى شي حاجه. اذا فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. راه صدقوني كيجي رائع بزاف، ما فيش المروريه نهائيا، كيجي بحال اللي خدينا من برا. وهذا بطبيعه الحال عملناه على يدينا وبدون مواد حافظه. اذا البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. حتى الوصفه المقبله، مع السلامه.